أن هناك صفقات مهمة لنادي الزمالك في يناير القادم. اول خطوه نعملها ان احنا موضوع القيد. نعم. فهيتم فتح القيد. ايوه هيتم فتح القيد باذن الله، وفي تحركات كبيره وتم لم يعني فلوس كتيره لقصه القيد دي، وهيتم حسمها في خلال الايام اللي جايه. جميل. ده حضرتك خبر يعني. وبناء عليه هيبقى في تعاقد اكيد مع نجوم يليقوا باسم نادي الزمالك. مظبوط. اللي طبعا احنا مش لاحقين، لان احنا الانتخابات هتبقى في 20 اكتوبر، فمش هنكون نقدر نلحق ان احنا نجيب لعيبه. القيد هيبقى ميعاده في يناير، انما عاملين حسابنا من دلوقتي على مين اللعيبه اللي ممكن نبتدي الاستعانه بيهم في يناير اللي جاي، وهنبتدي نتناقش معاهم ونتكلم معاهم في مواضيعات وكده ليناير اللي جاي. ده بالنسبه للتجديدات. مظبوط يا فندم. يعني في تجديد للعيبه مفيش مشكله، محمد صبحي، فتوح، بعض الاسماء، وفي لا دول صفقات طبعا جديده. نجوم الزمالك باذن الله دول، وما اعرفش حضرتك عارف ولا لا، انما تم دفع جزء من مستحقاتهم امبارح. ده موضوع ماشي فيه الحقيقه اللجنه اللي بتدير النادي وماشيين فيه كويس قوي، وبنحاول نساعد على قد ما نقدر.